يشتهر جنوب المغرب بواحاته وقلاعه المبنية من الطين على الطراز المعماري الأمازيغي. أحد هذه المعالم قصر أيت بن حدو الذي تم إدراجه في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987 وظهر في العديد من الأفلام السينمائية العالمية. قلعة من الطين من القرن الثامن عشر صمدت عبر العصور ولم تستسلم لعوامل الطبيعة أو تأثير الإنسان. تم إدراج قصر آيت بن حدو التاريخي على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1987 كأحد نماذج العمارة الأمازيغية المغربية الأصيلة. شوف هذا القصر هذا كانت بالطريق أولا كان طريق سلطاني، كان طريق كذلك تاريخي بطريق تجاري، وهو كان واحد الممر اللي هو مر منه أغلب السلاطين المغاربة. القصر الواقع جنوب شرق المغرب يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم بفضل تصميمه المعماري العريق، كما تم تصوير العديد من الأفلام العالمية في هذا المكان نظرا لهندسته التقليدية المميزة. ليس فقط عبارة عن بنايات من الطين، بل هو انعكاس لمجتمع مغربي. ورغم التحديات الطبيعية التي تعرضت لها القصبة على مر العصور، يصر سكان قصر أيت بن حدو على الحفاظ على أصالتها وجمالها، متشبثين بحماية هذا الإرث المعماري أمام زحف البناء العصري.